السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ساغا باي ساغا. اليوم عكس اللي وعدتكم به في الحلقة الأولى وقلت لكم غنبقاو في واحد السلسلة ديال القتلة متسلسلين، قلت اليوم نجربوا نهضروا على قضية بيغمون مغربية. اليوم في هذه الحلقة حنا في مدينة فاس العريقة. يلا شدوا شي كوان كالمي، طفيو الضو، ديروا قرعة ديال الماء ديالكم حداكم وديروا لي زيكوتور ويلا معايا باش تشوفوا تفاصيل ديال هاد القضية. اليوم قدام مصلحة الدرك الملكي، حيتاش اليوم فين وقعات هاد القضية وقعات في واحد القرية اللي في النواحي ديال مدينة فاس. يعني هاد البلاصة اللي وقعات فيها القضية محسوبة على الدرك الملكي وماشي على الشرطة. فاطمة الأخت ديال السي أحمد هي وولد خوها زكريا واللي هو الابن ديال السي أحمد واقفين قدام المصلحة ديال الدرك الملكي باش يبلغوا على الاختفاء ديال السي أحمد. دخلت فاطمة عند الدركي اللي كانت ماكينة اللي فيه المناوبة ديال هذاك النهار هي وزكريا باش يبلغوا على الاختفاء ديال السي أحمد اللي مختفي من الدار ديالو لمدة ديال شهر تقريبا. خدا منهم المعلومات، سولهم واش عنده اعداء، واش عنده شي مشاكل مع شي واحد. وهذا الشيء اللي غادي تنفيه فاطمه تماما. غادي تقول لي باللي السي أحمد كان واحد الانسان اللي كافي خير وشر، انسان اللي كي ياخد زعما كينا داكشي، انسان اللي عايش من تربيه المواشي والفلاحه، واحد الانسان اللي ما عندوش صحاب، واحد الانسان اللي الزيارات عنده قليله الى منعدمه، لا هو تيزور الناس ولا الناس اللي كيزوروه. العلاقه ديالو الوحيده اللي وطيده هي العلاقه ديالو مع الابن ديالو زكريا اللي كان كيعيش معاه في نفس البيت، والاخت ديالو فاطمه. الاخت ديالو فاطمه اللي كانت كتمشي كتزورو ضروري حيتاش السي أحمد كان عايش بوحدو هو والابن ديالو مورا ما الام ديال زكريا او لو الزوجه السابقه ديال السي أحمد قررت باش انها تمشي وتزوج براجل اخر. الدركي غياخد من عندهم الارقام ديال الهاتف ديالهم ديال فاطمه وزكريا وغيقول لهم سيروا احسن اتصل بكم. تلهنا كلشي مزيان. مني غيبداو خارجين الدركي غيسمع زكريا غيقول لعمتو فاطمه، غيقول ليها غير بغيتي تجيبينا، انا عارف هادشي اللي غيوقع، ما كناش كاع نجيو لهنا عندهم مسخسخين، حنايا جينا لهنا وهادشي اللي قلتو لك هو اللي وقع. قالوا لينا سيروا تنعيطوا لكم، وبطبيعه الحال ما غيعيطوش لينا بحال ديما فاش كيجي شي واحد يبلغ اونتر كيوما. هادشي اللي حنا تنقولوا دائما بحال شي واحد كيتصرخ له التليفون وتيقول لك علاش غنمشي غنبلغ، غنمشي غيقولوا لي سير تنعيطوا لك وما غاديش يقلبوا لي على تليفوني، غنمشي نقول لهم راه طاح لي بسطامي وما غاديش يقلبوا لي على بسطامي. ولكن لا، حيت هنا بحال هاد المواقف هادو بالضبط تقدروا نقولوا طاحت لك لاكارت ديدونتيتي ديالك، مشى لك التليفون، يمكن هما ما غيقدروش يرجعوا لك التليفون، ولكن انت فاش غتمشي تبلغ على انك راك مشى منك هذاك الشيء غتخلي المسؤوليه ديالك من داك الشيء. هادي غندير واحد الخرجه. كان واحد السيد طاحت ليه لاكارت ديدونتيتي ديالو ما مشاش بلغ عليها، من بعد غتلقاه هذيك البطاقه الوطنيه ديالو في المسرح ديال واحد الجريمه، شي جريمه ديال القتل اللي كانت فعلا مرونه. السيد غيبقى في المحاكم وغيبقى سنتين مشدود على ذمه التحقيق حتى غالبا هذاك السيد اللي قتل اللي غيجي يعترف بوحدو من بعد ما انبو الضمير ديالو ولا شوف شنو وقع ليه اكزاكتومون. الوغ انا مشات لي عامين من حياته. اضافه الى ذلك كون السيد هو ما جاش بلغ على راسو قال لهم انا اللي قتلت، كان هو اللي غيبقى مكونداني ديما بهذيك القضيه ديال القتل. نرجعوا للقصه ديالنا. الدراكي ملي غيسمع هادشي غيفهم باللي زكريا ما كانش باغي يبلغ على الاختفاء ديال الاب ديالو، وغتجي شي حاجه غريبه. ما يمكنش انسان عايش غير مع الاب ديالو بوحدو، ما عنده لا خوت لا شي ناس اخرين غيمشي عندهم، لا الاب ديالو عنده مرا اخرى، لا عنده ولاد اخرين. ما يمكنش غيقدر يصبر شهر كامل بلا ما يجي يبلغ على الاختفاء ديال الاب ديالو، بلا ما يقلب عليه، بلا حتى شي حاجه. الغد غيجي الدراكي وغيتصل بفاطمه وغيقول لها جي عندي بوحدك. غادي تجي عنده فاطمه وغيبدا يسولها على كيفاش كانت الحياه ديال السي أحمد مع الابن ديالو. غتقول ليه
باللي الام ديال زكريا واللي هي الزوجه السابقه ديال السي احمد مور ما غتمشي وغتزوج براجل اخر غتبقى على علاقه مع الابن ديالها وغتبقى معاه دائما في التليفونات وكيمشي يزورها عند البلاصه اللي فيها الزوج ديالها. وكانت هي كتقول ليه بلي الاب ديالو هو السبب في هذيك التفرقه العائليه اللي هما عايشين دابا. يعني كانت كتقول ليه بلي الاب ديالو كان واحد الانسان اللي بخيل، علما ان السي احمد كان من الناس اللي ميسورين، كان عنده بزاف ديال القطعان ديال المواشي، كان عنده بزاف ديال الاراضي، يعني كان عنده واحد المدخول اللي وفير، وكان هو انسان داير بحساب دوال الزمان كيف ما كانوا الناس ديال بكري شحال هادي كاملين. ولكن الزوجه ما بغاتش بحال ما هكاك، ما عجبهاش الحال. الله اعلم عن خبايا القصه كيفاش مشات ولا قررت تزوج، ولكن هي كانت باش تبرر لولدها هذاك الشيء اللي دارتو كتقول ليه باللي حيتاش الاب ديالو كان انسان بخيل، كان انسان ما تعطيهاش وانسان ما متهلاش فيها. الدري كبر وكبرات معاه هاد الفكره وكبرات معاه هاد العقده. مني كبر ومني بدا يوصل سن المراهقه هو ديما عنده مشاكل مع با على الفلوس. انسان ما باغي يخدم، ما باغي يعاون با لا في الفلاحه لا في تربيه المواشي، وكل نهار تقريبا عندهم سكوندار في الدار بسبب انه واش يقول لي عطيني الفلوس، نوض نبيعو هاد الشيء ونمشيو للمدينه، نوض نبيعو هاد الشيء ونشريو طوموبيل، نوض نديرو، نوض نفعلو. الاب ديالو كان واحد الانسان اللي عصامي، كيبغي الناس يخدموا، كيبغي الناس يجيبوا فلوسهم من طريق حلال، كان كيحاول انه يربي الابن ديالو ويوريه باللي انه ما خصوش كيف ما تنقولوا حنا يبقى معول على الحاجه البارده، يبقى باغيها بارده. هو داكشي كامل ديال الاب ديالو كان في نهايه المطاف غيبقى ديال زكريا مورا الوفاه ديال الاب ديالو. هادشي زعما في حاله ما كيف ما كدوز دائما في اغلب الاوقات الا ما وقعش شي حاجه لزكريا قبل، ولكن هو كان بغى يعلمو كيفاش يعول على راسو، كيفاش يخدم، كيفاش يقدر يجبد الطرف ديال الخبز ديالو، وكيفاش يقدر يعيش بلا ما يعول على الاب ديالو. هاد الحاجه هي اللي ما بغاش تدخل زكريا الراس ديالو نهائيا، وكان تيقول علاش هو غيخدم، علاش هو غيضرب سماره، علما ان الاب ديالو عنده كل شيء. بقات المشادات بيناتهم. حبست القصه هنا، مشات فاطمه. الغد غيتصل الدراكي بالابن زكريا وغيقول ليه جي عندي. قبل ما ننسى لكم، الدراكي سول فاطمه على الرقم ديال الهاتف ديال السي احمد المختفي، عطاتو الرقم ديال الهاتف والنوع ديال التليفون واللون ديال التليفون وبزاف ديال المعلومات، الحيتيات، شنو كان كيلبس، فين كان كيمشي، فين كان كيجي. الدراكي غد ليه مور ما اتصل بزكريا وجا عنده غادي يسولو كيفاش كانت علاقتك بالاب ديالك. غيقول ليه بلي حنا سولنا ودرنا البحث ديالنا وعرفنا بلي العلاقه ديالك مع الاب ديالك كانت واحد العلاقه اللي ماشي مزيانه بزاف. قال لي فعلا كان عندي مشاكل مع الاب ديالي، كنت كنقدر نتناقش انا وياه مجادلات في الهضره في الكلام، ولكن ماشي لدرجه ديال انني غادي نخبيه ولا غادي ندير شي حاجه بحال ما هكا. الاب ديالي راه كيبقى الاب ديالي. في وسط الحوار اللي كان داير بيناتهم بين زكريا والدراكي، الدراكي غيرد البال التليفون اللي كان عند زكريا في يديه، وغيرد البال لان اللون ديال التليفون نفس اللون اللي قالت ليه فاطمه راه التليفون ديال السي احمد كان من هذا اللون باين غيكون شي لون اللي قليل ولا نادر ولا شي حاجه بحال هكا، ولا شي لون اللي قليل نلقاو في التليفونات بحال نقولوا لورانج ليموني ولا شي حاجه بحال هكا. غيقول ليه مين جاك هاد التليفون؟ غيقول ليه التليفون شريته من السوق الاسبوعيه، من السوق اللي كيتسوقوا منها كاع الناس اللي في العربيه، بحال مثلا كنسمعوا خميس الزمامره، سوق الاربعاء، اثنين الغربيه. المهم كاين شي سوق كيتسوقوا منه في هذيك القريه، اللي كاينه حدا مدينه فاس. ما حكرش معاه الضابط في السؤال على التليفون وقال ليه نتايا كيفاش ما جيتيش بلغتي على الاختفاء ديال الاب ديالك؟ قال ليه انا قلت واقيلا بغى يتزوج بشي وحده ومشى وما بغى يقول لي حتى شي حاجه، وانا ما بغيتش ندخل لي في حياته الشخصيه، هو صبر معايا ورباني توليت كدكا. قلت الا كان خدا القرار باش يمشي يبدا حياته في بلاصه واحده اخرى ما كاينلاش نبقى نقلب عليه. مشى زكريا من عند الدراكي غد ليه غيهز طوموبيلتو غيهبط لديك القريه، غيبدا يسول اشنو واقع. غيعرف من عند الناس اللي ساكنين في القريه ان زكريا باع تقريبا كاع القطعان ديال الغنم اللي كانوا عند باه، وباع كاع الاراضي، وبقى مازال غير شي طريف ديال الارض اللي حاطو حتى هو حدا البيع. خدا طوموبيله في هذا الشهر اللي اختفى فيه بابا، خدا طوموبيله وقال الله يلاه
ها هو في السهري، ها هو في الزناقي، ها الشيخات، ها العونيات، ها هو في التعلاق، ها هو في الشراب، ها هو في هذه. ما على بالوش نهائيا واش باه كاين ولا ما كاينش، ما مسولش هو نهائيا واش باه جا ولا ما جاش. ما علينا، غير رجع وغادي يعاود يتصل بزكريا وغيقول ليه بلي حنا لقينا الاب ديالك. هنا غيقول لي زكريا في التليفون كيفاش لقيتوه وفين. يعني زكريا من الطريقه ديال الجواب ديالو الدرك يفهم ان زكريا عارف الاب ديالو فين كاين ومتاكد ان الدرك الملكي ما يمكنش يوصلوا ليه. غيقول لي وغي اجي عندي راه لقيناه. هنا زكريا غيمشي عند الدراكي. مني غيمشي عنده غيقول لي فين هو الاب ديالي؟ قلتي لي لقيتيه. قال لي وانت علاش استغربتي ان حنا لقيناه؟ قال لي لا ما استغربت ما والو. قال لي شكون يعطيك الاذن باش تبيع القطعان؟ واش باك قال لك شي حاجه فاش كان غادي؟ قال لي لا، ولكن قلت مادام هو مشى وبغى يبدا حياته في بلاصه اخرى وخلى ليا هذا الشيء يعني خلاه ليا باش نبيعو. قال لي الدراكي وانت واش خديتي الاذن ديال باك باش تبيع هذا الشيء؟ قال لي لا ما خديتش الاذن ديالو. قال لي وانت ما عندكش الحق، علما ان الاب ديالك الا اختفى حنا ما عرفناش واش ميت ولا عايش، وإلا كان ميت راه كاينين معاك ناس ورثه اللي هما عندهم الحق في داك الشيء. قال لي انا ما قلتش غيكون ميت، غيكون عايش ومشى يبني حياته في بلاصه اخرى. قال لي واش باك عنده شي فلوس اخرين من غير هذا الشيء اللي كاين هنا؟ قال لي ما عرفتش، يقدروا يكونوا عنده حساب في البنك حاط فيه الفلوس، علما ان السي احمد ما كانش انسان اللي كيعرف هذا الشيء ديال الابناك ولا هذا الشيء ولا غيمشي يخبي الفلوس، علما انه داكشي اللي كان عنده هو اللي كيعيش به. اي حاجه صورها كيعاود يشري غنم، علاش داكشي كان عنده واحد القطيع اللي هائل ديال الغنم. تراكي هنا وكيف ما كيقولوا زير مع زكريا. قال لي شوف نقول لك واحد جوج الكلمات، حنا عارفين باللي نتايا اللي خبيتي الاب ديالك، دابا جينا ننشر الصراحه باش نقدروا نخفوا عليك العقوبه. قول لنا فين درتي الاب ديالك واشنو درتي، حيت كاع الادله كتقول باللي نتايا اللي عندك المصلحه في ان الاب ديالك يختفي. مهم بقى زكريا في اخذ ورد مع الدراكي، ربما كان معاه دراكي واحد اخر باش يقدروا يسيغنيو ولا يونكادريو في المحادثه ولا في هذيك البحث اللي كانوا كيديروا معاه. بقاو كيانسيستيو عليه. الدراكي قال ليه بلي حنا نقدروا نتابعوك من اجل انك بعتي هذا الشيء بلا الاذن ديال الاب ديالك من غير ان حنا نتابعوك على الاختفاء ديالو. المهم بقاو تيحكروا عليه. زكريا غيدير راسو وسط يديه وغيحضر راسو وغيبدا يبكي وغيقول ليه انا الاب ديالي من نهار توفات الوالده ديالي وهو محكر عليا، نوض تخدم نوض تردم، علما ان حنا كانوا عندنا الخماسه والرباعه والسراحه وهو كان باغي يردني واحد منهم. دائما تيقول لي نوض تخدم نوض بارد القلب، نوض بركه من النعاس، واش انا غنبقى نخدم ونجيب ليك؟ واش انت مراه؟ واش انت ماشي راجل؟ واش انا ولدتك باش تعاوني؟ واش انا ولدتك باش تدير ليا؟ واش انا ولدتك باش تبقى جالس هنايا تاكل وتشرب ما تنفع ما تضر ما تدير حتى شي حاجه مزيانه؟ عيش معاه. عافاك با عافاك با، بيع شي قطيه، عطيني نمشي، عطيني نمشي للغربه، عطيني با شري طوموبيل ونخطف البلايص، عطيني با نمشي لمدينه نقلب على راسي. حتى ما عجبو، هو كان باغيني نخدم معاه في الفلاحه ولا في تربيه المواشي وانا ما كيعجبنيش هادشي. جيت واحد النهار عنده وكنت انا محتاج للفلوس، قررت الام ديالي تساعدني باش نمشي للغربه. بقيت جالس كنقول لي با ما تبا ما تبا، بقينا انا وياه بمشادات كلاميه، وصلت المكالمات للسبان وصلت الهضره حتى للسبان والمعيار، وصلنا حتى شادينا بايدينا. خليتو جالس بقى كيغوت. مشيت دورت لقيت حدايا واحد كنقولوا ليه حنايا اش كيقولوا ليه تدور بحال المسمار وغليظ وكبير. لقاه جبتو ضربتو به راسو غيب. ملي ضربتو به راسو غيب بقيت كنضرب فيه تعرفتو راه مات. خرج وخليته، بقيت جالس كندور ما عرفتش اش غندير، فين غنديه وفين غنخليه واشنو غندير. قلت اجي خاصني نخبيه على بيد ما بعت هاد الشيء ونهز الفليسات ونمشي في حالاتي. انا ما كنتش عواله نبقى هاد الوقت كامل، قلت هاد الشيء كامل غياخد مني سيمانه ولا 15 يوم، ولكن ماشي هذاك الشيء اللي كنت ناويه. فاش خديت الطوموبيل وبقيت كندور مع صحابي وداك الشيء ما حسيتش بالوقت، والعمه ديالي تخلعت بزاف على با وبقات كتانسيستي باش نجيو نبلغوكم.
اما كل ما بلغناكمش ما كانش حتى شي واحد غادي يسول عليه. وبرودة اعصاب بحيث هو ما بقاش فيه الاب ديالو نهائيا، هو بقى فيه الحال غير حيت هو تفضح. من بعد فاش رجعت في هذيك الليله اللي قتلتو فيها قطعته الى قطع ومشيت درت الارض اللي كاينه مورا الدار ديالنا، حفرت واحد الحفره كبيره وغارقه وبقيت كنخرج بالقطعه بالقطعه وردمت عليه التراب. هنا الدركي غيتصل بالوكيل، غادي يخرج الامر ديال الاعتقال ديالو وغادي يديوه معاهم البلاصه فين دفن الاب ديالو. غيمشي نيشان مقصد للبلاصه فين دفنو، غادي يحفروا الرجال ديال الدرك او الناس اللي كيكونوا كيساعدوهم، غيحفروا ديك الحفره، غيجبدوا الاب ديالو، غيديوه للمصلحه ديال التشريح، غيشرحوه وغيعرفوه باللي هذيك الضربه اللي في الراس كانت هي السبب الرئيسي في الوفاه ديالو. يعني داك الضرب كامل اللي ضربوا من بعد ما كانش عنده لا شي ضربوا به ولا كان عنده لا شي تعدى عليه ولا يقطعوا بحال ما هكاك. هنا كنبغيو نقولوا لكاع الولاد اللي كيبانوا لهم الاباء ديالهم ضد المصلحه ديالهم، لا بالعكس، الاباء هما اكثر ناس كيعرفوا المصلحه واكثر ناس كيبغيونا. تقدر بعض المرات ما كتبانش لينا الهضره ديالهم منطقيه، كيبان لنا انهما جايين من شي عصر قديم ولا من شي حقبه واحده اخرى، ولكن بالعكس من جهه حيت اللي فاتك بليله وفاتك بحيله، ومن جهه اخرى حيت ما كاينش اللي غيبغيك فوق هاد الارض اكثر من امك والاب ديالك. يعني الناس اللي مازالين عندهم والديهم الله يخليهم لهم يتهلاو فيهم، الناس اللي والديهم ماتوا الله يرحمهم. هاد المنبر كنبغي نقول تا ماما الله يرحمها والسيده اللي رباتني الله يرحمها، وكنبغي نشكر الاب ديالي بزاف حيت وقف في الجنب ديالي في بزاف ديال المواقف تقدر الا جابت الوقت نعاودها لكم بالديتاي. كنقول من هاد المنبر الاباء اللي كيبانوا لهم ولادهم غاديين في الطريق ماشي هي هذيك، ما تخلوش عليهم وما تحاولوش تكونوا اعداء ديالهم او لا تحاولوا تزيروهم لدرجه انهم يولوا يشوفوكم اعداء ديالهم. صاحبوا مع ولادكم. ولا اله الا الله، هنا القضيه كانت قضيه ديال القتل العمد ضد الاصول، تحكم فيها زكريا بالاعدام شنقا، ولا اعدام كيف ما عارفين نتوما ما كيطبقش في المغرب. يعني بقى غيدوز اللي بقى ليه في عمره، عندنا علما انه كانت هذيك الساعه عنده 23 سنه، بقى غيدوز اللي في عمره كامل غيدوزو بين اسوار السجن من خطا الا جا شي عفو ولا شي حاجه. ولكن انا لما تنسمعوا هذه ماشي معلومه اللي موثوقه، كاين شي نوع ديال القضايا اللي ما كيستافدوش من العفو بحال الارهابيين واللي كيتاجروا في المخدرات الصلبه وهذا الشيء ديال العنف ضد الاصول. ما عرفتش اللي كيعرف شي حاجه على هذا الشيء يقول لي. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم الحلقه ديالي. اللي دخل وغيشوف القناه بطبيعه الحال لاول مره يدير ابوني، يدير لايك ويخلي كومونتير، واخا يكون انتقاد ماشي مشكل، اللي عنده فكره ولا شي جريمه اللي بغاني نهضر عليها يخليها في التعليقات. كنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم، ونعسوا نتلاقاو مره اخرى في حلقه جديده ومع تحقيق جديد وجريمه جديده.